بدي ضحكوا للاخ اليوم ان شاء الله وضحك الشباب. يلا تفضل. واحد سوري معلم فتح محل شوكولاته بالسعوديه، تمام؟ اجا واحد شاف عليه بيع وهيك شغلات، فتح محل من على اليمين شوكولاته وفتح محل من على اليسار شوكولاته. هون كتب مدمر الاسعار وهون كتب ابو الدراويش. راح عمك السوري وجاب ورقه وكتب عليها المدخل الرئيسي. ما ضحك. ماله فاختنا هالشغله. ما ضحك يا شباب ما بضحك يا شباب. شو هالنكته؟ يعرفك شو عادي والله جد عادية. خسر معنا ما في حدا يضحكه ابدا. معلم كان في سمكة وبنتها ماشيات بنص البحر، قامت وقفت بنتها للسمكة وقالت لها يوم أنا عطشانة. إيش هذا حجر هذا؟ شو يعني عطشاني؟ بدها تشرب مي؟ ما ضحكته. كان في واحد مسطول شقة شحاطه، أخذها عند القندرجة حتى يخيط له إياها، بعد يومين شافها منيحة قام فك له القطب. والله قال ما ضحك. قرر ابو هادي يترك الكاميرا ويضحك الشاب. يلا يا ابو هادي جاهز؟ ايه جاهز. تفضل. مرة في واحد محشش عنده مزرعة حيوانات، بس عنده صوص مشكلجي ابن حرام، عطول عامل له مشاكل، حطه مع الافاعي رجع تاني نهار لقاه مربط الافاعي ببعض وماسك وحده من اسنانه فيها هذا الصوص، حطه مع الديك الرومي رجع تاني نهار لقاه منتف له ريشاته. هذا المحشش جن من هالصوص، راح زته بالصحراء، تمام؟ بعد يومين شفق عليه قال خليني اروح جيبه هلا بكون عطشان جوعان. ايه قام راح ليجيبه، راح وانه عن جد مثل ما توقع لقى الصوص هيك على الارض هيك قالب على ظهره معبى تراب، شالوا بين ايديه قام فتح عيونه الصوص قال له نزلني يا ابن الحرام عامل كمين لصقر. ابو هادي حمصي لهيك ربح معنا جائزه من منتزه الجوهرات. تفضل. واخيرا ضحك يا شباب. بس ما راح نعطيك كرت.